اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم النهاردة فيديو جديد. هنعمل فيه بيتزا بالفراخ وبيتزا باللحمة. النهاردة كنا متجمعين كده أنا وولاد خالتي، وهم اللي طلبوا البيتزا، عشان كده عملنا كمية. فجبت 4 كيلو دقيق وقعدنا كده عملناهم مع بعض. نبتدي كده نشوف هنعمل ايه. طبعا في البداية احب ان انتوا تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكوا كل جديد، وارجو ان انتوا ترفعوا الفيديو ده بلايك وشير وتعليق جميل. طيب دلوقتي احنا جبنا ال4 كيلو دي اهو، وهنبتدي ان احنا ندخل فيه. طبعا ما ننساش اخواتنا في غزة ان احنا ندعي لهم، واخواتنا في فلسطين ان هم ربنا يثبت اقدامهم ويرفع عنهم الظلم ويرحم شهدائهم ان شاء الله. بعد كده بقى نبص كده نشوف هنعمل ايه. طبعا الدقيق في ناس بتنخله مرة واتنين وتلاتة، يعني انا من الناس اللي بنخل وبرجع تاني اشيله تاني وانخله مرة واتنين وتلاتة، علشان بيفتح كده المسام بتاع الدقيق، وبيبقى هش كده وحلو في العجينة. بعد كده بقى نبتدي نشوف احنا هنحط عليه ايه. احنا كده خلصنا نخل ال4 كيلو دقيق مرتين تلاتة كده نخلناه. طيب ايه اللي انا بحطه ده؟ انا بحط اضافات جافة. بحط ملح، فلفل، كمون، بحط بودرة ثوم، بودرة بصل، زعتر، بحط بابريكا. ايه ده انا بحط بهارات. ايوه، لان عجينة البيتزا بتحط فيها بهارات علشان الخلطة وهي عليها. لو انتي بتاكلي العجينة نفسها من غير الخلطة اللي عليها دي، تقدري تاكليها تلاقي طعمها حلو. فانا بحط البهارات اللي بحطها على الخلطة اللي بحطها على البيتزا، بحط نفس البهارات في العجينة. فانا حطيت ملح، فلفل، كمون، بودرة ثوم، بودرة بصل، زعتر، بابريكا، وحطيت خميرة، وحطيت سكر، وحطيت زبادي، وحطيت زيت، وحطيت عسل نحل. ولو انت مفيش عندك العسل اللي هو العسل الابيض ده، ممكن ان انت تحط سكر عادي. انا حطيت سكر وحطيت معلقتين عسل ابيض. طيب انا بحط الزيت اهو. حطيت علبتين زبادي عشان كمية الدقيق كبيرة. طبعا لو انتي مقلله الدقيق، مثلا عامله كيلو دقيق او 2 كيلو دقيق، هتحطي علبه زبادي واحده. انا حاطه 2 عشان هي دي 4 كيلو دقيق. حطيت عسل اهو، وهبتدي بقى ان انا اقلب. وحطيت نص كيس بيكنج باودر. نص كيس بيكنج باودر برضو لو انت عملت كيلو او حاجه ممكن تحطي نص معلقه او معلقه، بيديله بس ايه هشاشه كده. احنا مش عايزينها مرفوعه، احنا عايزينها تكون هشه بس. نبتدي بقى نقلب كل المكونات دي مع بعض كده. وجبت ميه دافيانه، وبقيت احط بقى الميه ايه حبه بحبه كده واقلب. طبعا انا دلوقتي حاطه في العجينه زبادي وبعجن بميه. طيب تقدري تستغني عن الزبادي، ممكن ان انت تحطي لبن بودره وتعجني بميه، وممكن تجيبي لبن حليب وتعجني بيه. كل حاجه اختياري، وممكن تستغنى عن ده وعن ده. بس بصراحة الحاجة اللي هي الحليب او الزبادي او اللبن البودرة ده بيدي برضو العجينة بتبقى طرية كده، وبتبقى طعمها حلو. نبتدي بقى نعجن مع بعض. طبعا كمية الدقيق كبيرة فاخدت مننا عجن كتير. العجينة نفسها لو انتوا مثلا أسرة مكونة مثلا من 4 أفراد أو 5 أفراد، كيلو دقيق يكفي، وكيلو ونص دقيق يكفي. طبعا احنا عاملين كمية لان احنا كنا كتير، يعني كنت انا وولاد خالتي وولادهم. فالعجينة عشان تعمل صواني كتير معانا احنا، يعني هم واولادهم وانا واولادي وكده. لكن هو بيرمي معاكي كمية كبيرة. الكيلو ممكن يعمل معاكي صينيتين حلوين، يعني صينيتين كبار. فنبتدي بقى نعجن بقى كده. طبعا ما قدرتش اعجن العجينة كده كلها لوحدي، فبقيت ايه بقت في حد بيعجن معايا، يعني بنت خالتي بقت انا اعجن شويه وهي تعجن شويه لغايه ما خلصناها كده. بعد كده جبنا طبق بقى ورحنا حاطين العجينه دي فيها،
وغطيناها بكيس شفاف، وبعدين حطينا عليها حاجة تقيلة علشان تخمر معانا. بعد كده بقى الخلطة اللي احنا هنعملها، قطعنا بصل، احنا عاملينه على ايدينا، ممكن تعمليه في الكبة بس ما تخليهوش مهروس قوي. عملنا بصل وقطعنا طماطم، وقطعنا فلفل الوان، كان فلفل اخضر وفلفل احمر، قطعناهم. ونيجي على البوتاجاز بقى، حطينا قصاد بعض كده حلتين، حطينا حبة بصل في الحلة دي وحبة بصل في الحلة دي. الحلة الأولانية هنعصق فيها لحمة، والحلة التانية هنعصق فيها فراخ، لأن احنا هنعمل بيتزا بالفراخ وبيتزا باللحمة. وكنا هنعمل بيتزا بالجمبري بس لقينا كمية الجمبري قليلة فما عملناهاش. فدي اللحمة اهي، نزلنا على البصل ونقلبها ونحط عليها البهارات. طبعا البيتزا دي كل الاولاد بيحبوها، كل الاولاد الاطفال والشباب وكده بيحبوها، وبيستخفوها ان هم ياكلوها بسرعه كده، متبقاش عايزه غلبه يعني زي الاكل التاني. وحله تانية اهي حطينا فيها بصله اهيت، وديت بانيه، ديت فراخ بانيه. قطعتها كده قطع صغيره، وبعدين هناخدها على الكبه ونفرمها. في ناس بتحب تقطعها بالسكينه، يعني تجيبيها كده بالسكينه تقطعها قطع صغيره وتحطيها على البيتزا. بس احنا يعني انا في ساعات بعملها كده، وفي ساعات بفرمها في الكبة على اساس ان هي تديني نتيجة مثلا اللحمة المفرومة. الحلة اهي حاطة فيها دي بتاعت اللحمة اللي انا بعصق فيها اللحمة، حطيت عليها نفس البهارات اللي حطيتها في العجينة بتاعت البيتزا، ملح فلفل كمون بابريكا زعتر بودرة ثوم بودرة بصل. نيجي بقى على الكبة، نحط قطع البانيه اللي عندنا وفرمناها بالمنظر ده. بس هي المفروض كانت تتفرم اكتر من كده طالما انا عايزاها مفرومه يعني، بس انا استعجلت وشلتها، فكان في كام واحده مكتله كده بقيت افتتها بايدي في البيتزا يعني. بعد كده بقى جينا على البصل اللي انا حاطاه في الحله التانية، ونزلنا بكميه الفراخ اللي عندنا. وبصراحه كانوا الاتنين اطعم من بعض بالفراخ وباللحم. نفس البهارات نحطها برضو. ده زعتر اهو، الزعتر ده هو الراعي الرسمي للاكل ده النهارده. الزعتر حطيناه في الخلطة، وحطيناه في العجينة، وحطيناه في البشاميل. انت هتقولي انت هتعملي بشاميل للبيتزا؟ ايوه، دي طريقة جديدة لو انت ما عملتهاش قبل كده. مش كل الناس بتعمل خلطة البشاميل وتحطها على البيتزا، بس انت هتشوفها دلوقتي. ولو جربتي الطريقة اللي انا قلتها ديت هتدعيلي بصراحة، هي جميلة جدا بالبشاميل. دي كده تعصيجة الفراخ، وقصادها الناحية التانية تعصيجة اللحمة، عشان كل حاجة تبقى جاهزة معانا. لما نبطط البيتزا نبتدي بقى ان احنا نحط الخلطات دي، تبقى كل حاجة جاهزة معانا كده. نعمل كل دول ونركنهم على جنب. طبعا لما يكون يعني كذا حد متجمع كده مع بعض ويكونوا عايزين حاجة يعني سريعة وكده، ممكن يعملوا أكلة البيتزا دي. هي بتاخد يعني وقت، بس هي خفيفة في العمايل يعني. يا دوب بتعملي العجينة وتبططي وتبقى عملت الخلطة وتحطي في الفرن على طول، فما بتاخدش غلبة زي الأكل التاني برضو. انت كده احنا كده جينا على جبنا حلة اهو، وحطيت فيها سمنة وزيت. بصراحة انا كنت وانا بعجن البيتزا كنت نسيت اشيل حبة دقيق للبشاميل. فانتوا لو تلاحظوا كده ان حبة الدقيق اللي انا حطهم دول اصلا بعد ما عجنت حطيت مية على الدقيق وبعجن، افتكرت ان انا ما شلتش دقيق. فلما شلت حبة كان فيها مية شوية، فلما حطيتها نزلت بقى على السمنة كان باينة ان هي يعني زي ما يكون مكلكعة كده شوية. فانا قعدت اعملها بالمعلقة كده، بس انا ما كترتش دقيق في السمنة اصلا. انا كنت مكترة السمنة عن الدقيق، لان ده مش بشاميل للمكرونة يعني، ده هو انا عايزة بشاميل خفيف ما يكونش تقيل.
وهنزل بيه على البيتزا من على الوش كده، يديلها لون، وكمان يوفر معايا في الجبن. البشاميل اللي انا هعمله ده هيوفر معايا في الجبن اللي هحطها على وش البيتزا. هتشوفوها معايا بالظبط اهو. انا حطيت كده الدقيق على الزيت والسمنه وقلبتهم لغايه ما يحمصوا كده معايا، وبعد كده هنزل عليهم بلبن مغلي. انا كنت غاليه اللبن ويعني وكان متبرد ومحطوط في الفريزر، فطلعته فك من بدري، وهنزله على طول على السمنه والدقيق. طبعا تبقى محضره جنبك البهارات بتاعه البشاميل ده. اهو انزل كده باللبن، وعلى فكره هزود اللبن ده حبه ميه كمان عشان ما يبقاش البشاميل تقيل كده. نقلب ونبتدي ننزل بالبهارات، برضو نفس الكلام، ملح فلفل كمون، بودرة ثوم، بودرة بصل، بابريكا وزعتر. يعني ايه، حاولوا بقى يعني تاخدوا الكمية بقى اللي ايه المظبوطة. انت دلوقتي هتحط في البشاميل نفس البهارات اللي محطوطة في الخلطة، نفس البهارات اللي محطوطة في العجينة، فما تكتروش قوي في كل حاجة من دول، لان كل ده طعم واحد يعني. كل ده لو انت حطيت ملح كتير هتبص تلاقي حدقت منك قوي. فانت شوف المقدار بسيط في دي ودي ودي، بحيث ان هم يبقوا واخدين من طعم البهارات وكل حاجة، بس ما تكترش كمية البهارات قوي. هتقلبي بقى البشاميل كده، هنقعد نقلب بقى شوية لغاية ما يديك قوام متوسط، ما يبقاش تقيل. انا هرجع ازود مية على الحبة دول واقلبهم. هوريكي في الاخر القوام بتاعها ازاي، لان اصلا لما انت بتطفي على البشاميل بعدها بشوية بيتقل معاكي. بعد ما بتطفي وبيبرد شوية بيديكي تقل اكتر، فانت خلي بالك ان انت تدفع عليه وهو خفيف شوية، بعد كده هيديك القوام اللي انت عايزاه. شوفي بص انا بنزلكوا بالمعلقة اهو، شايفين كده؟ مش زي البشاميل بتاع المكرونة. يعني لما تكوني بتعملي بشاميل المكرونة بتقل عن كده، فلا ده اخف شوية. كده خلاص التعصيجات معانا خلصت والبشاميل خلص. نطفي على كله بقى، تعصيجة الفراخ وتعصيجة اللحمة والبشاميل كله خلص. لا، قبل ما نطفي هنزل معلش نسيت الخطوة دي. هنزل بالحاجات اللي احنا مقطعينها بقى، الخضار. هنزل بالفلفل، هقسم برضو الكمية، حبة هنا وحبة هنا، وبعدين كمية الطماطم حبة هنا وحبة هنا، وهقلبهم تقلبتين وبعدين اطفي النار، لان طبعا الفلفل والطماطم مش محتاجين يستووا. هو المهم عندي ان البصل والفراخ، والبصل في الناحية التانية البصل واللحمة هما اللي يستووا، لكن الفلفل والطماطم لا، مش محتاجين سوية. هما عادي، في ناس بتقطعهم اصلا على البيتزا وتدخلها الفرن على طول من غير حتى ما تحطها على النار خالص، بس انا بحب اقلبها كده تقليبه مع اللحمه او الفراخ. كده قلبتها. وطبعا لو انت هتعملي الخلطه دي بالجمبري نفس الخطوات اللي هتعمليها، بس هتستبدلي الفراخ بالجمبري. وبصراحه طعم البيتزا بالجمبري طعمها تحفه 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 بجد، يعني جميله جدا. وبرضو ممكن تعملي نفس الخلطة دي بالسجق، برضو تستبدلي اللحمة والفراخ بالسجق. تمسكي كده السجق تقطعي حتت صغيرة وتعصجيه، وتحطي فيه نفس اللي احنا حاطينه في نفس التعصيجات دي. طبعا هي البيتزا بقى يعني بتاخد حاجة، اي حاجة، حتى لو هتحط جبن بس من غير لحوم خالص يعني. بعد كده بقى رحنا على العجينة. طبعا احنا طفينا النار بقى على كل الحاجات دي، ورحنا بقى ايه، العجينة خمرت معانا، هنبتدي ان احنا نكورها او نقرصها. لو انتوا شايفين قدامكم كده التقرصات اللي احنا عاملينها او التكوير ده كبير ليه، لان انا عندي صواني كبيرة، والصواني الصغيرة عملت لها التقرصات بتاعتها دي صغيرة. فتعالوا بصوا كده على دي صينية كبيرة خالص، يعني دي الصينية دي واخدة
يعني كانت بتخش الفرن الاربع شعلة ده يا دوب داخله بالعافيه يعني. فهنبتدي كده نبطط. وانا ببططها حسيت ان هي مش مرتاحه معايا أوي في التبطيط، لان يا دوب احنا كورناها وابتديت ان انا ابطط، فرحت سايباها شويه وبعد كده جيت ابططها كانت ارتاحت، فاتبططت سهله قوي معايا. يعني لو انتوا تبصوا كده العجينه كده بعد ما ارتاحت، لا بقت بتتبطط احسن، وكمان ما استعملتش النشابه خالص. جبت كل الصواني بقى قدامي وبططت كتير، صواني كتير، وفضل معايا كميه من العجين. فبقيت ادخل الفرن، ولما يطلع حاجه اشيلها على صينيه بره وابتدي ابطط مكانها، لان هي ما شاء الله ال4 كيلو دول عملوا معايا صواني كتير النهارده. حتى فضل حته عجينه صغيره كده من غير ما كانش عدلها حشو خلاص. فروحت حطها في كيس وحطها في الفريزر. بعد كده بقى ممكن تطلعها في اي وقت وتسيبيها، مثلا لو هتعملي بقى عشاء او حاجه تطلعها مثلا من المغرب وتسيبيها تفك خالص وتلاقيها خمرت تاني معاكي، وتطلعها بتطلع اكنها لسه معموله. طبعا انا بططت كميه اهي، صواني كتير اهي جنبنا، تفرد على قد الصينيه كده. معلش الكاميرا بتتهز لان انا بنتي الصغيره اللي كانت بتصورني بصراحه، فيعني هي صغيره فالكاميرا بتتهز في ايديها يعني، فاعذرونا يا جماعه. كده بقى مسكت كده فرشه وزيت بقى وايه، وقعدت ادهن وشهم كده، ورحت جايبه بقى برطمان صلصه، وبدات ان انا انزل على وش الصواني دي كلها صلصه وافردها كده. جيت اعملها بالسباتيولا، لقيت الفرشه اسهل يعني، فبدات اعملها بالفرشه. الفرشه اسهل طبعا. لازم خطوه الصلصه دي، يعني في ناس ما بتحبش تحط مثلا الصلصه تحت الخلطه وكده، فبعد ما بتحمر الحاجه بتلاقي الصلصه بقى تحت الخلطه دي بيضه يعني. لكن انت بصي لما تحطي الصلصة على وش البيتزا بتديكي لون جميل جدا. قبل ما تخش اصلا بتبصي كده تلاقي الصلصة ملونة معاكي، تلاقي عطياكي لون نبيتي على احمر على اخضر، الفلفل عامل اخضر، الصلصة عاملة احمر، لون الطماطم، لون اللحمة، لون الفراخ. تلاقي الوان كتير كده معاكي على وش الصينيه. وكمان لما ننزل كمان بالبشاميل هيديك لون ابيض، فبصراحه بتبقى كلها الوان في بعض كده. كده نزلنا بالخلطه دي، كانت صينيه، الصينيه اللي انا عملتها دي بنزل بخلطه الفراخ. وصينيه تانية اهي برضو صينيه كبيره، وبدات ان انا احط برضو الصلصه اهي وافرشها بالفرشه كده. الادوات اللي هي الفرشه والاسباتيولا والحاجات ديت ما شاء الله سهلت علينا حاجات كتير. كنا زمان بقى قبل الحاجات دي ما تظهر كده، يعني الحاجات دي برضو ما كانش عندنا اول ما اتجوزنا كده، ما كانش في الحاجات دي خالص. فكنا نيجي ندهن بقى حاجه وشها زيت ولا اي حاجه تبقى مشكله، يعني نقعد نعمل بالمعلقه كده وما كانتش بتبقى سهله. فبداوا بقى لما الحاجات الصيني دي طلعت بقى، فبقت الحاجات سهله. بعد كده بقى بننزل بالخلطه اهو ونفرد. الفراخ كان المفروض ان هي تتفرم عن كده، بس انا يعني استعجلت عليها، فتلاقي حتت ايه معمولة ببعضها كده، فبقيت افركها بايدي بصراحة. تبتدي تفرد بقى كده. يعني في الاول هتبطط العجينة تفردها، ففي الصينية تاخد شكل الصينية، وبعد كده تنزل عليها بالصلصة، تفرش الصلصة خالص عليها تدهنها، وبعد كده تنزل بالخلطة كده. طبعا انا بعمل كذا صينية مع بعض. بعد كده هقولك لسه في خطوات تانية لنفس الصواني، يعني لسه ما خلصناش كده. بالمنظر ده كده. طبعا كنت بقى في الوقت ده مقعدة بنتي تقطع في الزيتون حلقات، لان جيت اجيب زيتون متقطع اصلا
من السوبر ماركت ملقتش، فجبنا زيتون وقعدوا بقى يقطعوا فيه ايه حلقات. ده بقى ميكس جبن، موتزاريلا على شيدر على رومي. يعني انا كنت جايبه اصلا اكياس من اللي هي الجاهزه دي ميكس، وجبنه كمان رومي، آه، يعني جبن رومي كده، رحت ماسكاها بقشرها في المبشره ورحت ملخبطاها عليها. دي بقى البشاميل اهو. بنزل على الصينيه كده، ممكن بمغرفه او بالحله نفسها كده تنزلي، بس ما تكتريش، ما انتش هتنزلي عليها زي المكرونه، لا ده انت هتنزلي سير بس كده، بحيث ان هو يديلها لون وطعم، بس ما تبقاش ايه، ما تخليهاش يعني تتملي بشاميل. مع الكاميرا كانت في الوقت ده مبكسله كده، مش عارفه ليه كانت ملغوشه كده، بس هي هتتظبط دلوقتي. هعمل انا صواني تانية اهي تبقى باينه شويه عن كده عشان الكاميرا ما كانتش مظبوطه اهو. بصوا المنظر يا جماعه. هنزل اهو، انت كده حاطه الخلطه والصلصه على وش البيتزا، هتنزلي بقى بالبشاميل. شايفه البشاميل بقى القوام بتاعه لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي، وسط، يعني القوام بتاعه متوسط. خلطة الميكس الجبن ده شيدر ورومي وموتزاريلا، هننزل بهم كده. طبعا انت براحتك بقى، عايزه تكتري الجبن عن كده كتري، احنا عشان احنا عندنا كمية صواني كبيرة، والجبن يعني يدوب جت في الاخر حتى وعجزت معانا، يعني لان الصواني بصراحة كان في كمية كبيرة، فكنا بنحاول ان احنا ايه كل الجبن تكفي اهو. وكمان عشان ما تبقاش الحاجة حادقة، يعني ما برضو الحاجة الزيادة عن اللزوم دي ملهاش لازمة، لما تحطي جبن كتير بتخلي الحاجة حادقة كده، وكمان انت هتحطي زيتون كمان، والبشاميل كمان فيه ملح وكده، فما يبقى كل حاجة حادقة. طبعا البيتزا دي تنفع لو هي جبن بس من غير اللحوم، تنفع فطار، والبيتزا عموما بتنفع عشاء وبتنفع غدا وفطار في رمضان وسحور وكل حاجة، ما شاء الله. يعني البيتزا دايسة في كل حاجة كده. بنحط بقى حلقات الزيتون اهو. طبعا لو الزيتون ده اسود برضو بيعمل شغل كمان، يعني لو انت عندك زيتون اسود واخضر حطيهم، بيدوا الوان كده مع بعض. كده الصواني اهي. انا كنت في الوقت ده بقى شغلت الفرن عشان يحمى خالص، بس خلي بالك شغل الفرن من تحت بس، يعني مش ضروري تشغليه من فوق. البيتزا لو ما اتحمرتش من فوق تبقى احلى، يعني شغلي بس من تحت ان هي تستوي على نار عالية، بس تقفي قدامها بقى، ما تروحش في مكان، يعني لان لو نشفت ما عادش يبقى لها طعم. دي بيتزا بقى ما كانش فضل خلطة فراخ ولا لحوم، عملناها بجبن بس، حطينا جبنة لانشون وميكس الجبن ولخبطناهم على بعض وحطيناهم. دي الصواني بعد ما طلعت من الفرن، ودي قطعناها اهو. دي صينية هي بعد ما طلعت، دي صينية بالفراخ وفي باللحمة، ودي بقى بعد واحنا بنقطع بقى واحنا واقفين قدام الفرن كده، وقعدنا كل ما نطلع حاجة ناكلها يعني. بالهنا والشفا اللي اكل اي حاجة. وارجو ان انتوا تشتركوا معايا في القناة، وارجو ان الفيديوهات بتاعتي تعجبكم، و دعائنا لاخواتنا في غزة، وتصبحوا على خير يا جماعة، والف شكر لكم. مع السلامة.